السلام عليكم. حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام صعد على جبل أحد، فصعد خلفه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. ارتجف الجبل فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه قائلا: اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. في اللحظة دي علم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سيموت شهيدا. وفي أواخر أيامه رأى في المنام أن ديكا أعجميا نقره نقرتين، فسرت الرؤيا على أنه سيقتل على يد كافر، فكانت دعوته أن يجعل الله شهادته في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله لدعوته، بل إنه جعل شهادته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى بعد أمتار قليلة من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مكان بيمر عليه كل من يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فين بالتحديد مكان استشهاد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد النبوي الآن؟ ده اللي هقوله لك، ولكن تابعني تعرف الإجابة. لما زادت الفتوحات الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، زاد الكارهون والحاقدون على الإسلام، ممن تسبب الإسلام في زوال ملكهم أو انتهاء زعامتهم أو امتيازاتهم، ومنهم اللي دخل الإسلام ظاهريا لجوءا لعدل الإسلام وهروبا من دفع الجزية أو خوفا من الحرب، وأضمروا في قلوبهم الكفر وكراهية الإسلام والمسلمين. لذلك منع عمر بن الخطاب غير المسلمين ممن بلغوا الحلم من دخول المدينة، وبالفعل سرى هذا الأمر مدة طويلة، لكن تشاء إرادة الله أن يكسر هذا القانون شخص كافر اسمه فيروز المجوسي، وكنيته أبو لؤلؤة، كان عبدا عند المغيرة بن شعبة والي عمر على العراق، الذي أرسله إلى المدينة بعد أن استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أن يقيم بها، لأنه كان متعدد المهارات، حيث أنه كان حدادا ونجارا وبناء، وحتى يستفيد منه المسلمون في المدينة. وفي المقابل فرض عليه المغيرة أداء مبلغ 100 درهم كنوع من الخراج يؤديه إليه كل شهر. أبو لؤلؤة كان بيرى أن المسلمين ما هم إلا رعاة غنم سادوا العالم وأفنوا ملك كسرى وقيصر، ولذلك كان حاقدا على الإسلام والمسلمين. وكلما نظرت إلى هؤلاء العرب لم أملك إلا أن أقارن الأمس باليوم. الحفاة العراة أهل الإبل الذين كان ملوكهم في الحيرة خدما لملوكنا قد دخلنا اليوم في ولائهم، فيقال هذا فيروز أبو لؤلؤة مولى المغيرة بن شعبة. ازداد حقد أبو لؤلؤة على المسلمين وعلى عمر بن الخطاب تحديدا عندما طلب من عمر أن يأمر المغيرة بتخفيض المبلغ اللي بيدفعه كل شهر، ولكن عمر رفض لأن المبلغ كان زهيدا مقابل ما يقوم به أبو لؤلؤة من أعمال متعددة. خرج أبو لؤلؤة من عند عمر غاضبا فناداه سائلا: ألم تقل إنك ستصنع رحى تدور بالهواء؟ فأجابه في مكر ودهاء: بلى، وسأصنع لك رحى يتحدث عنها الناس في المشارق والمغارب. فقال عمر لأصحابه: إن هذا العبد يتوعدني. وهنا لنا وقفة صغيرة توضح مدى عدل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اللي علم بنية هذا العبد وعزمه على قتله، ومع ذلك لم يعتقله أو يسجنه أو يطرده حتى من المدينة، لأن الإسلام لا يعاقب أحدا على نيته ولا يأخذ أحدا بسريرته. طيب، علشان نعرف المكان اللي طعن فيه سيدنا عمر على وجه التحديد في المسجد النبوي الآن، خلينا نوضح حاجة مهمة: أن النبي عليه الصلاة والسلام قام بتوسعة المسجد النبوي عام 7 هجرية، ولكن التوسعة كانت من الناحية الشمالية والغربية، يعني جدار القبلة لم يتحرك من مكانه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تولى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه الخلافة لم يقم بتوسعة المسجد النبوي لأنه كان منشغلا بحروب الردة، لكن لما تولى سيدنا عمر رضي الله عنه الخلافة قام بتوسعة المسجد من الناحية الغربية، وقام بزيادة رواق يعني حوالي 5 متر من الناحية الجنوبية اللي هي ناحية القبلة خارج الروضة الشريفة، وكان بيصلي بالناس نحو محراب في الجدار اللي بناه خارج الروضة بيسمى بالمحراب العمري، واللي تم طعنه فيه. طيب، فين بالضبط المكان ده دلوقتي؟ خلينا نروح لعهد سيدنا عثمان بن عفان كرم الله وجهه علشان نقول انه هو ايضا قام بتوسعة المسجد النبوي، وقام بزيادة رواق آخر من الناحية الجنوبية بعد جدار قبلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان بيصلي في محراب يسمى المحراب العثماني نسبة إلى سيدنا عثمان بن عفان، واللي لسه موجود مكانه حاليا، وكل الناس بتمر عليه وبيكون على يمين الروضة الشريفة. دلوقتي هاخدك من إيدك وأوريك مكان استشهاد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هندخل أنا وإنت من باب السلام
متجهين نحو باب البقيع علشان نسلم على حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم هو وصاحبيه. أول ما ندخل من باب السلام هنمشي في ممر. الممر ده هو الرواق اللي زوده سيدنا عمر بن الخطاب في المسجد الشريف. أمتار قليلة وهنلاقي الروضة الشريفة على اليسار، والجدار اللي مبني على حدود توسعة سيدنا عثمان على اليمين. هنمشي لغاية ما نوصل قصاد منبر النبي صلى الله عليه وسلم في الروضة الشريفة على إيدنا اليسرى، وتحديدا قصاد اللافتة الرخامية اللي مكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد. أمر بعمارة هذا المحراب النبوي الشريف العبد الفقير المعروف بالتقصير مولانا السلطان الملك الأشرف قايتباي، إلى آخر الكلمات. هنلاقي على يمنا بالضبط منبر سيدنا عثمان ده. هنقف وننظر إلى الأعلى، هنلاقي نجفة. هذه النجفة هي أكبر نجفة في المسجد النبوي الشريف، واللي تم تعليقها مكان محراب سيدنا عمر بن الخطاب تماما. وهنا على الأرض أسفل هذه النجفة، وعلى هذه البقعة الطاهرة سالت الدماء الزكية لأعدل من ملك وأرحم من حكم، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طعنه المجوسي الكافر أبو لؤلؤة بخنجر مسموم ذي نصلين، طعنتين في ظهره وفي خاصرته، وقيل 6 طعنات، وهو في صلاة الفجر. وطعن معه 13 صحابي آخرين، مات منهم 8، ولم يستطيعوا أن يقبضوا عليه إلا بعد أن رمى عليه سيدنا عبد الرحمن بن عوف عباءته. فلما تيقن هذا المجوسي أنه لا محالة هالك، قام بنحر نفسه حتى لا يقتل بيد المسلمين. وللأسف معمول له مقام في إحدى المدن الإيرانية هناك، ويحج إليه الناس ويتبركون به تحت اسم بابا شجاع الدين. سيدنا عمر رضي الله عنه نزف نزيفا كثيفا حتى أغشي عليه، فلما أفاق سأل: هل صليتم الفجر؟ قالوا نعم. ثم سأل: من قتلني؟ فقالوا: أبو لؤلؤة غلام المغيرة. فقال: الحمد لله الذي جعل موتي بيد كافر لم يسجد لله سجدة واحدة يحاجني بها أمام الله. رضي الله عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين. السلام عليكم.